السلام عليكم، مرحبا بكم حبيباتي في فيديو جديد. معكم أم هاجر من قناة لمسات. اليوم حبيت نشارك معكم هذه الوصفة تاع الكيك العجيب بطريقة سهلة وتجي بزاف بنينة، ما فيهاش بزاف لي زانغريديون. انا درت منها يعني والتزيين كما راكم تشوفوا يبقى اختياري. درت وحده مختلفة على الدوزيام. شوفوا كيفاش تجي خفيفة، تجي هايلة وبمقادير يعني بسيطة وماشي بزاف. واش حنتحققوا في هذه الوصفة؟ اول حاجة نديروها نجيبوا البراميكسور تاعنا، نديروا فيه طاس كاس سكر، كاس حليب وكاس زيت. فوالا ونزيدو هنايا ندير 2 مغارف كاكاو بني. يعني الكاكاو هنا لازم نخيروا نوعيه تكون جيده. نديروا 2 مغارف يكونوا معمرين مليح، ولا 3 مغارف. انا هنا درت 2 مغارف ومن بعد شفت القوام تاعها شويه خفيف، زدت لها مغرفه ماشي معمره. نبدا نضرب بالبراميكسور حتى يتجانس الخليط تاعنا. شوفوا كيفاش يكون القوام تاعو. فوالا نجي هنايا من هذا الخليط نقلع كاس حنسحقوا للتزيين ومن بعد شوفوا القوام تاعو شحال يجي شباب. هنا ونجي لهذاك الخليط اللي بقى نزيد له 2 حبات بيض وكاس فرينه وباكي تاع خميره كيميائيه. هذا واش نزيدو الخليط تاعنا ونقعدوا نكملوا بالبراميكسور تاعنا. يعني ندخل كاع هذا الخليط بالبراميكسور باش الكيكه تاعنا تجي خفيفه. هنا من الاحسن يعني نستعملوا البراميكسور، الباتور ما يعطيناش نتيجه مليحه. فوالا نجيب المول تاعي ندهنو بزبده وفارينه ولا شويه زيت وفارينه، ندخلها على فرن يكون سخون من قبل. شوفوا كيفاش جات معايا. انا هنا درت 2 يعني. دوكا نروح ندير هذيك لاصوص الشوكولا اللي درتها في الاول، نزيد لها 2 مغارف تاع شوكولا اتارتيني ونجي باش نزينها. هنايا نقلبها يعني تكون ساهله ما تكونش بالخف نقلبوها. هنا درت لها سكر غلاس من الفوق ونفرغ هذيك لاصوص تاع الشوكولا. والتزيين يبقى اختياري. انا درت كاوكاو في الحواف هكذا، تقدري ديري لي زامونديفيلي ولا اي حاجه، يعني تزيين هنا يبقى اختياري. الكيكه دوزيام اللي درتها التزيين تاعها كان درت لها لا كونفيتور تاع لي فريز. تقدري ديري اي كونفيتور كان عندك. وزدت لها هذيك لاصوص الشوكولا كيما درت يعني الاولى، وتجي يعني كعكه يعني تجي هايله وخفيفه، تجي مهيله. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تعجبكم. الى عجبتكم ديروا لي جيم وكومنتير. نتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله.